مفيش وقت، ما عنديش وقت. دي إجابة بتكون لأسئلة كتير قوي ممكن لما تتسألها ايه أخبار وقتك مع ربنا؟ ما عنديش وقت. طيب ايه أخبار حضورك للكنيسة والاجتماعات والخدمة؟ للأسف مفيش وقت. مع انه الوقت هو راس مالنا الشخصي اللي الله عطينا كل يوم 24 ساعة 86,400 ثانية أقدر أكون بستثمرهم. وللأسف الوقت اللي بيضيع ما بينفعش أخزنه وما بينفعش أكون بعوضه لتاني يوم. وقت بيخلص بيساوي حياة بتخلص. طيب نعمل إيه؟ لازم نتعلم حاجة اسمها إدارة الوقت. تعريف إدارة الوقت بمعناه إن القدرة على الاستثمار الجيد للوقت علشان أقدر أحصل على قيمة هامة ليا وللآخرين اللي حواليا. والخبر المفرح إنه إدارة الوقت دي مهارة، يعني ينفع أتعلمها، ينفع أكتسبها، ينفع بعد وقت خلاص الموضوع مش هيكون صعب بالنسبة لي، لكن أنا اتدربت إزاي أدير وقتي. وطريقة إدارة الوقت هي اللي بتحدد نجاحي أو فشلي في الحياة. والإدارة السليمة للوقت بتاعي بتديني قيمة في نمو الشخصي، في علاقتي مع الله، في علاقتي مع الآخرين، في شغلي، في كل حاجة أنا بكون بعملها. أحد الكتاب الهامين اللي كتب عن إدارة الوقت اسمه براين تريسي كان بيقول كده: واحدة من أسوأ الاستخدامات للوقت هي إنك أنت ممكن تقضي وقت في فعل أمور بطريقة ممتازة جدا في حين إنك أنت ممكن ما كنتش عملت الحاجة دي. فمن الخطير جدا إن احنا نكون بنعمل حاجات بتاخد مننا وقت كبير قوي وبنعملها بطريقة فعالة جدا وممتازة جدا، بس الحاجة دي مش مهمة. الكتاب المقدس في لوقا 10 وعدد 41 الحادثة المشهورة بتاعت زيارة يسوع لبيت العازر ومريم ومرسى. مرسى جاياله وبتشتكي: انت مش شايف اختي سايباني طول الوقت، انا بعمل حاجات كتيرة، انا مشغولة طول الوقت، انا بقدم احسن حاجة، انت شايف انا قد ايه بعمل، وهي قاعدة مش بتعمل حاجة. لكن يسوع قال لها كده: مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. ممكن ما تعمليش اصناف كتيرة قوي في الحاجات اللي انت عايزة تقدميها، لكن قدمي حاجة واحدة. لكن مريم قدرت بالوقت بتاعها انها تستغله صح، انها تقعد عند قدمين يسوع، انها تتعلم منه. زي ما كنا بنقول انه ساعات كتير قوي بنقضي وقت كبير قوي في حاجات احنا ينفع نستغنى عنها او ينفع ان احنا ما نسيبش الوقت ده كله ليها. النهارده حابه اكون بشارككم بالتجربه دي لانها فرقت في حياتي. حد كان عملها قدامي من فتره كبيره قوي، وقد ايه التجربه دي لما ثبتت في ذهني قدرت ان انا اخد خطوات ايجابيه رغم ان بقالها سنين كتيره، لكن انا ما نسيتهاش. فنفسي قوي ان انا اكون بعملها قدامكم، لانه لو نسيت المحاضره كلها فانت ممكن تكون بتفتكر التجربه وتفتكر ايه الاولويات اللي انت عايز تشتغل عليها على حياتك. لو قلنا البرطمان ده هو الوقت اللي احنا بنقضيه في خلال اليوم او في خلال الاسبوع، وانا محدد الاولويات بتاعتي والاهداف بتاعتي تكون كبيره، الحاجات المهمه اللي انا لازم اعملها خلال اليوم او الاسبوع ده، وبحطها في البرطمان اللي انا بملى فيه اليوم. يا ترى البرطمان اتملى؟ لسه عندي كمان الحاجات الصغيرة اللي ينفع اعملها في خلال اليوم، الحاجات اللي مش مهمة قوي ومش مستعجل عليها قوي لكن اقدر اكون بعملها في خلال اليوم او الاسبوع على مدار الاسبوع. لو شفنا البرطمان كده ممكن نقول خلاص اليوم خلص وفي حاجات كتير قوي عملناها فيه، لكن ينفع تاني ان انا اكون بعمل حاجات تكون اقل اهمية في خلال اليوم، فينفع انها بتكون بتنزل جوه البرطمان ده، واقدر اكمل اليوم بتاعي او في خلال الاسبوع بتاعي بمهام ممكن ما تكونش مهمة قوي لكن اقدر اكون بعملها. البرطمان لسه مخلص، لسه في وقت تاني اقدر انجز فيه حاجات تاني، فممكن حاجات اقل اقدر ان انا اكون بعملها في خلال اليوم او في خلال الاسبوع. لو كنا ابتدينا بالحاجة الصغيرة اللي مش مهمة ومش مستعجل ان انا اعملها،
كان ممكن البرطمان يتملي والوقت يتملي من غير ما اكون بنجز الحاجات المهمة والحاجات اللي انا مستعجلة عليها في خلال الوقت ده. فعشان كده ترتيب الاولويات وترتيب اهمية الحاجة اللي انا بعملها في خلال الوقت بتاعي ده بيخليني اقدر انظم وقتي بطريقة صح. فلو كنت بتشعر بفشل في ادارة الوقت، لسه في فرصة ان احنا نكتسب المهارة دي. بس عشان اكتسب اي مهارة لازم في 4 حاجات مهمة قوي تكون عندي. اول حاجة الرغبة، تاني حاجة الحسم، تالت حاجة المثابرة، رابع حاجة الانضباط. اول حاجة الرغبة، انا عندي رغبة ان انا اتعلم المهارة دي، انا عندي دافع ان انا هستمر في تعلم المهارة دي. تاني حاجة الحسم، انا لازم اخد قرارات مهمة وجريئة جدا انه في حاجات انا مش هعملها وفي حاجات لا انا هعملها وهتعلمها. تالت حاجة المثابرة، المثابرة هي القدرة على مواجهة اي صعوبات. كده كده الصعوبات هتكون موجودة، بس الفكرة انا عندي المثابرة ان انا اتحدى الصعوبات دي، ان انا اعدي تاني واتعلم المهارات دي علشان مهمة لحياتي. رابع حاجة الانضباط، هو الالتزام المستمر بوقت عشان اقدر اتعلم المهارة دي. من المهم قوي وانا بتعلم المهارة دي ان انا ما اقارنش نفسي بحد، ما بصش على الناس واقول يا لو انا عندي الوقت اللي عنده، يا لو انا اقدر اتعلم الحاجات اللي عنده، لكن ابص على نفسي واقول انا هتعلم المهارة دي لان انا محتاجة. تاني حاجة ما بصش لنفسي باحباط نتيجة لان انا فشلت في حاجات قبل كده، ما انا حاولت كتير ان انا انظم وقتي ومعرفتش، لا لسه في فرصة ان انا اكتسب المهارة من جديد واخد خطوات ايجابية. رابع حاجة ما قيمش نفسي على الانجازات اللي انا بعملها او انا املك ايه، لكن قيمتي الحقيقية في ان انا كوني انسان. انا هبتدي من جديد، هبتدي من النهاردة انه يكون عندي ترتيب اولويات، ان انا هدير وقتي بشكل منظم. من ادوات ادارة الوقت، واول اداة ان انا احط اهداف، واهداف ذكية سمارت جول. وعلشان احط هدف ذكي لازم تتوفر فيه 5 شروط. اول حاجة انه يكون الهدف ده محدد، فانا هتعلم الانجليزي، ده مش هدف محدد، لكن انا هتعلم المستوى الاول من الانجليزي، ده هدف محدد وينفع ان انا اكون بوصل له. تاني حاجة يمكن قياسه، فلازم يكون في ارقام علشان اقدر اقيس بيها هل انا حققت الهدف ده ولا محققتوش. فاقدر اقول انا هتعلم ساعتين 3 مرات في الاسبوع لمدة 3 شهور، فاقدر اقيسه بعد ال3 شهور انا وصلت المستوى الاول ولا لا في الانجليزي. تالت حاجة انه الهدف ده يمكن تحقيقه، يكون على ارض الواقع، ما يكونش حاجة تعجيزية، ما يكونش حاجة صعبة ان انا ما اقدرش احققها. فانا هقول انا هتعلم الانجليزي من الساعة 10 ل 12 بالليل. رابع حاجة انه يكون مرتبط بالواقع، انا هتعلم عن طريق الانترنت، هتعلم عن طريق كورس في اكاديمية معينة، هتعلم عن طريق الكتب، فده بيكون مرتبط بالواقع ان انا هتعلم فيه. خامس حاجة انه يكون مرتبط بالوقت، فانا هعرف هبتدي امتى وهنهي امتى. فانا لو قلت انا هاخد كورس الانجليزي هبتدي من يوم 15/9 وهنهيه 15/12، فانا قدرت احط هدف محدد يمكن قياسه، يمكن تحقيقه، مرتبط بالواقع ومرتبط بوقت. فبكده اقدر احط اهدافي، ارتب اولوياتي في الاهداف واقدر اتحرك بيها. بس مهم جدا بعد ما احط الهدف ده لازم اسال نفسي كذا سؤال. اول حاجه ايه المعوقات اللي ممكن تمنعني من تحقيق الهدف؟ فممكن في تعلم الانجليزي ان انا النطق بتاعي مش كويس، الحروف لما بتخرج بالنطق مش احسن حاجة، فده معوق بالنسبة لي انا ممكن يوقفني. السؤال التاني ايه اللي اعمله علشان اقدر اتغلب على المعوق ده؟ فانا اقدر اسمع الكورسات اللي بيكون فيها نطق، واقدر كمان انطق بعد التعليم النطق الصحيح، اكرره مرة واثنين وثلاثة عشان اتغلب على المعوق ده. تالت حاجة ايه المعرفة او المهارة اللي انا محتاجاها للهدف ده؟ هي كيفية نطق الحروف، فهشتغل على المهارة دي. رابع حاجة مين هم الاشخاص اللي ممكن يساعدوني علشان احقق هدفي؟ فممكن ادور على شخص بيعرف الانجليزي كويس علشان اقدر اعتمد عليه واقدر ان انا اكون بتعلم منه. تاني حاجة
بعد وضع الأهداف هي قاعدة باريتو 80-20. نقدر نطبق القاعدة دي على وقتنا، إنه ممكن في 20% من وقتي أقدر أحقق 80% من أهدافي، من الحاجات اللي أنا عايز أحققها. 80% من الوقت اللي بنقعده على الموبايل احنا بنستخدم فعليا 20% بس من التطبيقات. تالت حاجة في إدارة الوقت هي دايرة الحياة المتزنة. هتظهر لنا دلوقتي على الشاشة الصورة فيها 8 دواير في حياتي، لازم أكون بعرف أنا بقضي وقت فيهم إزاي، ولازم أقيم نفسي فيهم واخد خطوات إيجابية علشان أقدر أشوف أنا بعيش حياة متوازنة ولا لا. أول حاجة في ال8 جوانب في حياة الإنسان هي العيلة، والمقصود بالعيلة هو الوقت اللي أنا بقعده مع العيلة، الوقت اللي بشارك فيه أفكاري ومشاعري مع العيلة، وقت المناقشة، وقت اللي بنقعد فيه مع بعض ويكون فيه تواصل جيد بينا، مش الوقت اللي كل واحد فيه قاعد على جهاز وكل واحد قاعد ومش مركز مع التانيين. لكن وقت العيلة هو الوقت اللي بقعده بتركيز، بقعد بسمع وبقعد أتكلم مع أفراد العيلة. الحاجة التانية من ال8 هي تطوير الذات. ايه المهارات والمعرفة اللي انا عايزة اشتغل بيها على نفسي؟ ايه الحاجات اللي انا عايزة اطور بيها شخصيتي، عايزة اطور بيها شغلي، عايزة اطور بيها حياتي علشان اقدر يكون عندي مهارات. تالت حاجة العلاقة مع الله، والعلاقة مع الله قيسها انا بقعد معاه قد ايه، بتكلم معاه قد ايه، بقدر اسمعه قد ايه، اقدر اتواصل معاه طول اليوم ولا انا فاقدة التواصل معاه. بأول حاجة العيلة، تاني حاجة تطوير الذات، تالت حاجة علاقتي مع ربنا، رابع حاجة صحتي، يا ترى بعمل رياضة ولا لأ، ساعات نومي شكلها ايه، خامس حاجة الأصدقاء والقرايب، هل أنا بقعد مع أصحابي، هل أنا بسأل على قرايبي، بروح أزورهم، الدايرة دي أنا مقصر فيها ولا قادر أعملها بشكل كويس. سادس حاجة الشغل، تطوير نفسي في الشغل، ايه الاهداف اللي انا حاططها في الشغل عشان اوصل ليها، ايه الحاجات اللي انا بعملها في الشغل عشان اقدر اترقى، مش هفضل طول عمري انا في الحتة دي. سابع حاجة الفلوس، يا ترى في توازن في حياتي في الصرف، في توازن في حياتي في الاستثمار، الفلوس دي هل انا كوكالة الله عطيهاني بقدر استخدمها صح ولا لا. تامن حاجة هي الترفيه، الوقت اللي بقدر استمتع فيه بحاجات، هل انا بحب مثلا استمتع بسماع الموسيقى، هل بحب استمتع ان انا امشي على البحر او امشي على الكورنيش، هل بحب استمتع ان انا اقعد في مكان فيه زرع. مهم جدا انه يكون ال8 حاجات دي في توازن فيها في حياتي. فهنلاقي في الدايرة دي رقم 0 قدام وتسلسل من 1-10. حط كده على الدايرة دي انت تدي لنفسك كام، واعمل في الدايرة دي وصل كده الخطوط ببعضيها وشوف هل انت عامل توازن في ال8 حاجات ولا في حاجة محتاجة ان انا ازود وقت فيها شوية وحاجة اقلل الوقت فيها شوية. فين الخلل اللي موجود في الدايرة دي بتاعة التوازن. رابع حاجة من ادوات ادارة الوقت هي ان انا اعرف اقول لا. احنا دايما نقول على حاجات ممكن ان احنا نعملها، فاي حد بيطلب مني حاجة ماشي هعملها، في اي وقت حاضر تمام ماشي هعملها، بس ده بيأثر عليا نفسيا وبيأثر على وقتي، بيأثر على دايرة التوازن اللي فيها 8 حاجات هأثر فيهم. محتاج كمان انه كل مرة بقول فيها نعم انا بستنزف، انا بضيع وقت كبير قوي علشان ارضي الاخرين، لكن انا بلاقي نفسي محققتش حاجة. فازاي اقول لا؟ عملوا كده دراسة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على الناس اللي مش بيقدروا يقولوا لا، هم اكتر ناس عرضة للاكتئاب، اكتر ناس عرضة للضغط، اكتر ناس مش بيحققوا اولويات في حياتهم. فمهم جدا ان انا اعرف اقول لا، بس بطريقة كويسة، بطريقة متحضرة علشان حياتي تستمر. في مقولة مهمة قوي لتوني بلير، ده رئيس وزراء بريطانيا السابق، كان بيقول كده: فن القيادة في انك تعرف انك تقول لا وليس نعم، لانه من السهل جدا انك انت تقول نعم. في قاعدة مهمة قوي، قاعدة ايزنهاور لترتيب الاولويات،
هي ابتدى ينظم الوقت ل4 مناطق. أول منطقة هي المنطقة الأولى اللي هي الأمور الهامة والعاجلة. زي إيه الأمور الهامة والعاجلة؟ الأزمات. أنا جالي النهاردة أزمة، دي حاجة مهمة جدا وعاجلة لازم أكون بتحرك ليها. في مواعيد تسليم متأجلة، أنا بقالي شهر ناسي خالص إنه لازم أسلم شيت، لازم أسلم تقرير، ودلوقتي المدير طلبه مني، فده أمر هام وعاجل. الاجتماعات الطارئة، المشكلات اللي ممكن تكون ضغط عليا في الوقت ده، والشخص ده هو عارف ايه عايز يعمله وبيحسن استخدام الوقت، فبيؤدي بيه الى انجاز ونجاح. دي المنطقة الاولى. المنطقة التانية ممكن تكون امور مهمة جدا لكن مش مستعجلة، غير عاجلة. زي ايه؟ تخطيط، بناء علاقات مع اشخاص، البحث عن فرص جديدة، ان انا بستعد للمستقبل. الشخص ده بيكون عارف هو عايز ايه لكن مش بيقدر يستثمر الوقت بشكل كويس. المنطقة الثالثة هي امور غير هامة، مش مهمة لكن عاجلة مستعجلة. زي ايه؟ تليفونات معينة، اجتماعات ممكن ما تبقاش مفيدة، مقاطعات ان حد يقطع عليك وانت بتعمل حاجة في اليوم، فدي حاجة مش مهمة لكن عاجلة. الشخص ده ما بيعرفش هو عايز ايه ولا قادر يستثمر الوقت بتاعه، فده بيضيع في حاجات كتير قوي الوقت بتاعه من غير ما ينجز حاجات مهمة. رابع منطقة وهي أمور غير هامة وغير عاجلة. فأحيانا بيكون الوقت اللي بنقضيه في السوشيال ميديا أو مع الموبايل ده وقت كده أنه مش مهم ومش مستعجل عليه، لكن وقت بيضيع فيه. أو مكالمات تليفونية مش مهمة قوي إن أنا أعملها النهاردة، او ان انا اتفرج على التلفزيون. ففي ناس كتير قوي بيضيعوا وقتهم. الشخص ده مش بيعرف هو عايز ايه ولا بيحسن استخدام وقته، وبالتالي الوقت بتاعه ضايع طول الوقت. للنظرية دي الشخص اللي بيقدر في ان هو يدير اولوياته انه لازم يعرف هو فين في ال4، لازم يشوف كل واحدة فيهم ويبتدي يقول أنا هل الأمور دي مهمة وعاجلة؟ هل الأمور دي مهمة وغير عاجلة؟ هل الأمور دي مش مهمة وعاجلة ولا هي مش مهمة ومش عاجلة؟ فالشخص اللي بيقدر يستثمر وقته كويس قوي هو الشخص اللي بيقضي معظم وقته في الدايرة التانية، إنه أمور مهمة لكن غير عاجلة. لكن الشخص اللي موجود في الدايرة الأولى اللي هي طول الوقت هام وعاجل ده شخص مضغوط، ده شخص ممكن بعد وقت يصاب بالاكتئاب. يسوع كان مثال رائع جدا في انه عارف ينظم وقته، عارف أولوياته. الكتاب المقدس بيقول لنا انه كان باكرا يصحى علشان يصلي، عشان يقضي الوقت ده مع الآب، يكون بياخد منه علشان يقدر بعد كده يستمر في اليوم، يكون بيتواصل مع التلاميذ بتوعه، يكون بيجول يصنع خيرا، يعمل معجزات، يتحرك في وسط الناس، يدخل الهيكل في وقت، يروح عند البير في وقت تاني. فهو قادر في يومه يعرف ايه الأولويات بتاعت يومه، يقدر ينظم وقته كويس. والكتاب يقول لنا وكان في المساء يذهب ليصلي، فكان في تواصل بينه وبين الآب. يا ترى ايه أولويات حياتنا؟ النهاردة محتاجين نعرف أولوياتنا، الوقت اللي بقعده مع ربنا علشان أقدر أتكلم معاه. في كلوسي 3 وعدد 2 الكتاب المقدس بيقول لنا اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. حياتنا على الأرض هتنتهي. يا ترى ايه أولوياتك؟ ايه أهداف حطيتها وعشت بيها؟ ايه الحاجات اللي اشتريتها وكانت قيمة قوي صرفت فيها وقتك؟ وايه الحاجات التافهة اللي للأسف بتضيع فيها وقتك لكنها هتزول هتمشي؟ يا ترى انت اهتميت بما فوق ولا مهتم طول الوقت بالحاجات اللي على الأرض، بالأرضيات؟ متى 6 وعدد 33 بيقول كده ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الله مش هيمنع الخير عنا، لكن اطلبوا ملكوت الله وبره. علاقتك بينك وبين الله،
علاقتك بين الجسد الواحد في الكنيسة، علاقتك مع عيلتك، علاقتك مع أصدقائك، علاقتك بنفسك، المهارات اللي انت محتاج تتعلمها. حاجات كتير قوي ينفع انك انت تحققها، لكن كلمة ما عنديش وقت وما فيش وقت دي أكذوبة إبليس بيحطها في ودنا. ينفع نعمل تطبيق عملي كمان، ان احنا نجيب جدول زي اللي ظهر قدامنا دلوقتي ونكتب فيه أنشطة زي العيلة، الأصدقاء، الفيسبوك، الحياة الروحية، الإنترنت، تليفون، القراية، النوم، الترفيه، التلفزيون. حط جدول كده بكل الحاجات اللي انت بتعملها. وفي الخانة التانية الوقت اللي انت بتقضيه في الحاجات دي قبل ما تعمل خطة لإدارة وقتك، وحط في الأسبوع ده انت قضيت 168 ساعة ازاي في الأنشطة دي. الأسبوع اللي بعده حاول تدير وقتك، حط أولويات زي ما كنا بنعمل التجربة. حط الأهداف الكبيرة، الأولويات الكبيرة الأول، وبعدين حط الحاجات الصغيرة، وبعد كده الأصغر اللي ينفع تاخد وقت أقل. وشوف الوقت اللي انت أخدته وقارن بين الجدولين 2 و3. ايه اللي اكتشفته عن نفسك وعن الآخرين وعن حياتك؟ ايه المعطلات اللي ممكن تبقى واقفة في إدارة الوقت بتاعك؟ ايه القرار اللي انت عايز تاخده النهاردة علشان تغير حياتك؟ زي ما كنت بقول انه الوقت بيخلص، حياة بتخلص. محتاج تدير وقتك. اتعلمنا النهاردة 4 طرق لإدارة الوقت. ايه الخطوة اللي انت هتاخدها دلوقتي علشان حياتك تكون منظمة، حياتك تكون مترتبة بأولويات صح؟ لازم كل يوم انت عارف هتعمل ايه، كل اسبوع انت محدد هتعمل ايه علشان تعيش حياة متوازنة، حياة حقيقية صحيحة صحية.